تغييرات جديدة في الرجاء. هيكلة رياضية جديدة، مدير رياضي جديد في نادي الرجاء الرياضي، إدارة رياضية جديدة. الرجاء يقوم بهيكلة جديدة، خطوة جديدة من المكتب بعد ضغط جماهيري. أعلن نادي الرجاء الرياضي يوم أمس عن تعيين البرتغالي ماتياس روجيريو في منصب مدير رياضي. من هو ماتياس روجيريو؟ غادي ندويو عليه اليوم. ماتياس روجيريو هو لاعب برتغالي سابق ومسؤول رياضي محترف حاليا. حنا دابا ما غاديش ندويو عليه كمسيرة كروية كلاعب، غادي ندويو عليه كمدير رياضي. بعد ما اعتزل الكرة توجه الإدارة التقنية الرياضية، اشتغل كمدير رياضي النادي فيتوريا غيماريش البرتغالي، وأشرف على تطوير قطاع الفئات السنية واستقطاب المواهب. دوز معهم مدة وكان جيد. فأبرز الإنجازات ديالو طفرة مالية ضخمة، حيث حقق للنادي أرباح ضخمة وصلت ل100 مليون يورو من خلال استكشاف المواهب الشابة ثم التطوير ديالها والبيع. يعني هو مستكشف مواهب الشابة الصغيرة، يعني كيطور وكيبيع. الانجازات الرياضيه ديالو: نجح وقاد الفريق فيتوريا غيماريش بالفوز بكأس الرابطة البرتغالية، وحقق معه أفضل سلسلة انتصارات قارية في تاريخ النادي في مسابقة دوري مؤتمر الأوروبي. يعني تخيل معايا مدير رياضي بهاد الاستراتيجية اللي غادي بها، يعني ذكي، يعني مدير رياضي ذكي. الاسماء اللي غادي تشتغل معاه والمناصب ديالها بخف، يعني باش نسلو الفيديو باش ما نطولوش عليكم الفيديو. سيلفيرا راموس مدير قطب الأكاديمية والتكوين. روي بيدرو أمارو مدير قطب الاستكشاف وتحليل البيانات. أنور ميغينيا مدير قطب الأداء والتطوير الرياضي. هادو من الطاقم اللي يكون معاه. نتمناو واحد يقدموا إضافة للنادي ويستقطبوا لنا لاعبين ممتازين. الى هنا الاخوان نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش تفعلوا زر الاشتراك في القناة والضغطوا على جيم، وشكرا.